يشتغل دائما حتى يعيش أهله، ويضم كم فلس يجمعهن حتى يجيب لك الحلقة. يطلع بالخمسة الصبح واستراحته بالوحدة على مود الغدا، يتغدى بدقيقة مستعجل على مود يخابرج. يتصل ويتصل وانت بعدك ما قاعدة من النوم، تقعدين تلاقين اتصالاته وتقولين اهو ايش قد يلح ما يقول نايمة. ترجعين تخابري وما يجاوبك لان عنده شغل. تغلقين جهازك وتقولين مو صوتك، انا غبية وخابرته خلي ولي بعد ما احاكي. يخلص شغله ويرجع للبيت تعبان يا دوب يسبح وامه تحط العشاء. قبل يخابرك وقبل لا تقولين الو يجي الجواب بصوت التعبان: اسف حبيبتي بالشغل وما قدرت اجاوبك، اشتاقيت لك. وبكل قساوة تجاوبي اي ابقى خلي في ايدك الشغل، الشغل اهم مني ملتهي بيه وهاملني. وتسدين الخط وتعوفيه بحسرته لو بالليل ما يقدر يسهر وياك لين وراه شغله من الفجر. تقلبيها عركة ومشكلة بحجة مبتعد عنك. واول ما تجيك فرصة زواج يكون هو جمع 300 دولار بس سعر حلقة. بهاي اللحظة يكون القدر جايب لك فرصة احسن منه، وتشتغل الانانية وتتزوجين وتتركين، ويبقى بحسرته عليك ويقوم بس يريد يلقالك عذر يواسي بيه قلب اللي يحبك وتمناك. نصيحة يا بنات، اللي موعدك بالزواج بس شوفي جفوف يديه، خليك معدلة وبالتصول. اذا حبيبك عنده شغل او دوام راعي وضعه، نامي وياه اقعدي وياه اوقفي وياه، لا تصيرين انت والزمن ضده، لان صعب بهالوقت تلاقين اللي يحبك من صدق، واذا لقيتيه حافظي عليه ولا تخسري. فكر بكمية الحب اللي حتجمعكم مو بالراتب اللي راح يعيشكم. قبل لا تفكرين تشترين اغلى فستان فكري تلبسين فستان بسيط بس الانسان غالي. بدل ما تفكرين باغلى تسريحة وصالون فكري انت على بساطتك حلوة وغالية بعيون انسان يحبك. خليك بسيطة تعيشين حياة سعيدة. سلامتكم، مصطفى حيدر.